ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده 4 وصفات صحيه سهله جدا وجميله جدا ومغذيه، غنيه كمان بالبروتين النباتي لان احنا هنستخدم هنا الحمص. هقولك كمان ازاي تجهزيها بمنتهى السرعه والسهوله كمان. فيلا بينا نبدا باول مكون وهو البنجر. بجيب البنجر وبغسله كويس جدا جدا لحد لما الميه بتاعته تبقى شفافه بالشكل ده. ما بقطعش منه اي جزء قبل السلق علشان ما يفقدش كل القيمة الغذائية بتاعته واللون في مية السلق. برفعه على النار ولما يغلي بهدي النار خالص واسيبه لحد لما يستوي. بعرف ازاي ان هو استوى؟ بدخل فيه سكينة، اذا دخلت بسهولة يبقى كده تمام، البنجر بتاعي مستوي. بشيله من على النار واستنى لما يبرد، وبعد كده ببتدي اقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت واقشره. انا بعمل منه كمية كبيرة وبيبقى موجود عندي في التلاجة، ممكن يقعد اسبوع او 10 ايام. هنبتدي نجهز الصوص بتاعه: معلقتين من الخل، معلقتين من عصير الليمون، ومعلقتين من زيت الزيتون. كمان هنضيف معلقة صغيرة من السكر ونص معلقة صغيرة من الملح. السكر مش بيخلي طعمه مسكر، بس هو بيظبط الطعم بتاعه. تقدري تزودي توم لو انتي حابة او فلفل اسود. المكونين دول براحتك خالص لو انتي حابة تضيفيهم، بس نصيحة لو هتحطي توم جربي في شوية صغيرين ودوقي طعمه وشوفي هيعجبك ولا لأ. انا مش بحب طعم التوم فيه خالص، فمش بضيف توم، يا دوبك بكتفي بالمكونات اللي انتوا شفتوها. نسيبها كده نص ساعة وبعد كده نبتدي نقدمها، بيبقى طعمها حلو جدا جدا وخطير للي بيحب طعم البنجر الصريح. هقول لكم ازاي دلوقتي هندخله في وصفات او في سلطة مش هيبان طعمه. هحتفظ بجزء علشان هستخدمه في سلطة تانية، وهقول لكم لو انتوا هتحتفظوا بيه في التلاجة اسبوع او 10 ايام تعملوا ايه. بعد ما اخدت الجزء اللي انا احتفظ بيه حطيت مية سلق البنجر وغطيته بالشكل ده. هنحتفظ بيه في التلاجة، ولو هنعمله لمدة اسبوع او 10 ايام يبقى انا بس بحط عليه، يعني بعد ما سلقته وقطعته حطيته في البرطمانات بحط عليه سكر وملح، وبغطيه بمية سلق البنجر نفسه وبسيبه في التلاجة، وباخد منه وقت ما هاكل ببتدي اضيف زيت الزيتون وعصير الليمون والخل. زي ما انتوا شايفين كده دي بتفضل اسبوع او 10 ايام في التلاجة، مش بيجرالها اي حاجة. هنا اللي حطينا عليه الصوص بقدمه مع بقدونس زي ما احنا شايفين كده، بيبقى طعم البنجر كده واضح وصريح. عايزة اقول لكم برضو على حاجة تانية انا بعملها علشان يبقى عندي الحمص جاهز في اي وقت. فانا بسلق كمية كبيرة من الحمص، كيلو نص كيلو براحتكم بقى زي ما انتوا عايزين. وبعد لما بيبرد ببتدي اكيسه زي ما احنا شايفين كده بمية السلق بتاعته. بيفضل عندي في الفريزر لحد 3 شهور، بخرجه وقت ما اكون عايزة وبسيبه لحد لما يفك، او بحطه في حلة صغيرة كده على النار بيفك معايا بسهولة. هستخدمه لسلطة الحمص ودي اول حاجة هنعملها. عندي حوالي كوباية من الحمص، حطيت عصير ليمون وحطيت فصين من الثوم وحطيت ملح وكمون. هفرمهم كويس جدا جدا مع بعض. دي سلطة الحمص. لو حسيت ان هي تقيلة ممكن ازود معلقة او معلقتين من مية سلق الحمص، وعادي جدا ان هو يكون بدرجة حرارة المطبخ، مش شرط ان انا اضيف مية ساقعة او تلج. بعد ما فرمت الحمص كويس جدا جدا مع الثوم وعصير الليمون والملح والكمون هبتدي اضيف معلقتين من الطحينة. بعد كده هبتدي اقدم السلطة بتاعتي. دي سلطة حمص بتكون ناعمة وجميلة جدا، وزي ما وريتكم كده الحمص متخزن في الفريزر عندي، ما اخدتش اي وقت خالص. ده فيديو متجمع، يعني انا كنت هعمل كل واحدة لوحدها وصورت يعني حاجة لوحدها ونوع تاني لوحده واتنين مع بعض، وبعدين قلت احط الاربعة مع بعض وكلنا نستفيد. بعد ما حطيت الحمص حطيت وحدات من الحمص من فوق كده، وحطيت معلقة من زيت الزيتون. تقدري زيت الزيتون ده تحطيه مع الحمص نفسه وهو بيتطحن، بس انا بفضل نحط من فوق كده بيبقى شكله حلو. وتقدري كمان تحطي الكمية اللي انت عايزاها، لو لدايت نص معلقة او معلقة زي ما انت حابة. السلطة التانية عملت سلطة حمص بنفس الطريقة اللي احنا شفناها، وبعد كده جبت مكعبات من سلطة البنجر برضو اللي احنا عملناها وحطيتها على الوش بالشكل ده.
حطيت وحدات من الحمص وحتت صغيرة كده من البقدونس. بتبقى حلوة جدا وتحفة، وبيبقى طعمها جميل جدا سلطة الحمص مع سلطة البنجر، دي طعمها بيبقى خطير جدا. كمان لو مش حابين طعم البنجر يبقى واضح في السلطة بتاعتنا، فاحنا هنفرمهم مع بعض دلوقتي ونشوف هيطلع معانا السلطة بيبقى لونها مختلف شوية، لكن هنا مش بيبان طعم البنجر. لو احنا عايزين نعملها للولاد او كده مش بيبان طعم البنجر، او لو انت مش حابة طعم البنجر. سلطة الحمص عادي جدا اللي احنا عملناها في بداية الفيديو، وهنحط وحدتين من البنجر او واحدة على حسب الكمية اللي انت حباها. هنفرمهم مع بعض كويس جدا جدا بالشكل ده. بعد كده هنبتدي برضو نقدمها، بيبقى لونها لون البنجر زي ما احنا شايفين، ونحط برضو وحدات من الحمص علشان نكسر اللون. دي طعمها بيبقى سلطة حمص، مش بيبقى طعمها طعم البنجر الواضح. طبعا زي ما وريتكم بنحط على الوش كده معلقة صغيرة من زيت الزيتون، وتنفع جدا جدا للدايت وطعمها حلو وجميل. لو انتي مخزنة الحمص عندك في الفريزر وكمان البنجر سلقتيه مرة واحدة وحطيتيه في التلاجة مع ملح وسكر وغطيتيه بمية سلق البنجر، كده تقدري تعملي اي نوع سلطة من دول بسهولة جدا، والسلطات جميلة والحمص غني بالبروتين.